صباح الخير واهلا وسهلا بيكم. اول فيديو في 26 هنتكلم بمصطلحات كده دسمة شوية، وبحب دايما وانت معايا في اي موضوع او في بداية السنة بقى كده دلوقتي تبقى معايا على ارض صلبة، يعني عشان لما انزل الفيديوهات بعد كده نبقى انا وانت على نفس التفكير، بنبني كلامنا بناء على يعني الفيديو ده يبقى مهم ليك جدا من خطة العقار في 2026. ده هيبقى عنوان الفيديو ده. مهم جدا تعرف التوجهات رايحة فين، مهم جدا تعرف السوق بيتنقل لفين، مهم جدا تعرف السوق هيتصحح ازاي، هيحصل تصحيح للسوق العقاري في السنة او ابتداء من السنة دي واللي بعدها، واعتقد لحد 2030. يعني دي الفيجن العامة كده في الاربع سنين اللي جايين. ايه التشريعات او الاليات اللي حصلت من مجلس الوزراء عشان التهريج اللي حصل في بعض من المطورين الفترة اللي فاتت في السوق العقاري، اللي انا كنت بكلمك عنهم من شهر 8 وقلت لك اكس وواي لا ارشح وغيره. الحكومة عملت ايه وهل ابتدت فعلا تتنفذ الاليات دي ولا لا؟ خطوط عريضة عايزين نتكلم فيها الاول قبل ما اقول لك الاحداث المهمة الدسمة اللي هندخل عليها في 26 كاستثمار كسكن كفيجن عايز تعرفها عن السوق العقاري. ركز معايا جدا لان الفيديو ده هام لحضرتك جدا، واعتقد ان هو ان شاء الله يكون مفيد ليك في بناء قرار الشراء صحيح ليك بعد كده على مدار السنه. مبدئيا يعني على مدار السنه، سواء ساحل او سواحل يعني او المناطق. انا عايز ابتدي بكلمه السوق العقاري. السوق العقاري السنه دي هيتصحح. يعني ايه الكلمه؟ لو انت معايا في شريحه 5 سنين فاتوا، انت عارف ان حصلت شويه حاجات وزيادات في الاسعار غير منطقيه، وناس كسبت وعملت فليبنج في مده قليله 6 شهور وغيره. انت عارف في كل الفيديوهات بتاعتي ان خلاص الموجه دي خلصت، ودخولنا طبعا ده كان بناء على تغيرات الدولار والسوق التانية في العملة لما حصل ليها خلاص رقابة واتقننت وغيره وغيره. وحصل عندك استقرار شوية في العملة بتاعتك. في 25 كلها كان الدولار مستقر، مخزون دولاري عندك كويس ومخزون الذهب عندك كويس. انا ليه ببتدي معاك الكلام ده؟ ركز لان ده كور الموضوع، هو ده كور الموضوع اللي انا هبتدي منه. يعني ايه مخزون دولاري 40 او 45 مليار لو الرقم صحيح او يمكن اكتر، وعندك مخزون ذهب؟ وكل الارقام دي بتعكس البنك المركزي بيعكسها ويحولها الى استقرار في فوائد البنوك. فوائد البنوك هي اللي بيترتب عليها تسعيرة المطور وخطة سداد المطور ليك، لان انا كمطور باخد مقدمات حضرتك وببتدي ابني مراحل المشروع وباخد سعر ارض معين، فانا يعتبر ابقى ممول ليك كعميل. لما امولك بفايده في البنك 30 أو 25 او 30%، غير لما امولك بفايده دلوقتي 16%، واكسبكتنج بقوه، متوقع جدا ان هي على مدار 26 هتنزل كتير. مش عايز اقول رقم يعني، بس 13 14%. يعني طبعا ده ممكن يكون رقم مش اكيد، بس دي التوقعات اللي كل الناس بتقولها. لما ده يقل، السوق هيخاطبك بايه؟ ببيمنت بلان عامله ازاي، خطه سداد عامله ازاي. المطور هيبقى عنده الجرأه والقوه ان هو يقسط لك على سنين كتير ولا سنين قليله. كل ده هنناقشه بالتفصيل، وهقول لك ايه اللي هيحصل والمقومات دلوقتي ايه اللي هيحصل. مش توقع، مش ايه اللي هيحصل ان شاء الله هيحصل كده، لا ده اوريدي دلوقتي هكوميونيكيت معاك بحاجات خطيره، وهقول لك السوق هيخاطبك بايه دلوقتي وانا سوليد جراوند، يعني على ارض الواقع. وهاجي معاك عند كلمه الناس اللي خايفه واللي لسه خايفه واللي هتفضل خايفه، مين اشتري دلوقتي ولا ما اشتريش دلوقتي. في ركود. مفهوم ركود عندك غير مفهوم الركود عند بعض من الناس، مش هقول كله، لان اللي بيقول لي ركود فما فيش بيع وما فيش اعاده بيع وما فيش شراء في السوق العقاري، هقول له ما معنى كلمة ركود الأول؟ التاجر عنده سلعة، ده عام بقى، مش هقول لك عقار. التاجر عنده سلعة والمشتري عايز يشتري السلعة. المشتري غير قادر إن هو يشتريها بالسعر ده، والتاجر مسعرها طبقا للتضخم والدولار واللي حصل في السوق بتسعيرة معينة. لا ده هيقدر ينزل ولا ده هيقدر يشتري، فالسلعة بيحصل لها ركود، بتقف ما بتتباعش. ايه الحل؟ يعني ده حصل في نماذج كتير على مدار السنتين 3 اللي فاتوا. ايه بقى الحل؟ يا اما التاجر يتنازل في حاجات او يحرق سعر انقلها على طول على العقار. مستحيل، مستحيل، اسمع كلامي،
يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني هل الديفلوبر في المشاريع القديمه اللي باع فيها من سنتين 3 4 هيحرق سعر ويرخصه؟ لا، مستحيل، اتحداك هات لي اي اسم. خلاص. طب هيعمل ايه في المشاريع القديمه؟ هيعمل لك بيمنت بلان اطول شويه، هيعمل لك كاش ديسكاونت ازيد شويه، بس سعر العقار هو ما رخصش، يمكن ثبت بس مش هيرخص، مستحيل يرخص. تاخد من كلمه تصحيح السوق العقاري. طب ايه التصحيح اللي هيحصل؟ ان اي اراضي جديده نفس المطور اللي هو مش هيرخص سعر الوحده بتاعته ده، هينزل بارض جديده هيصحح السعر، يعني هينزل لك بالسعر اللي انت كنت بتتمناه الرخيص، وممكن متشطب، وممكن بيمنت بلان مع بيج نيم هقوله النهارده على 15 سنه. متخيل؟ انت متخيل؟ فانت ايه راجع ورايا، راجع الارقام والاحصائيات اللي انا بقولها لك دي، من تضخم، من ركود، من الكلام ده كله. راجع وشوف ان ده هيخلي المطور فعلا يعمل 15 سنه ومطور كبير، ولا يخاف يعمل على 7 سنين، وده العقار كنا بنقسطه على سنين التسليم زمان. فهتلاقي ان السايكل كلها مكمله بعض، هتلاقي ان كل الدايره من اول الاجراءات الاقتصاديه اللي بتحصل من الدوله اللي انت تشتري فيها عقار. ما انت لازم تعرف وتخاطب وتعرف السوق اللي انت بتشتري فيه، سواء انت مصري او بره مصر. انت لازم تعرف هنا بقى التفكير ايه، والتعديلات اللي بتحصل هتخاطب مين، وهيحصل قدامها ايه. ده كل ده مفيد ليك جدا قبل ما تشتري العقار. فالتصحيح هيحصل، التصحيح هيحصل. يبقى هيحصل فين؟ في الاراضي الجديده هيعمل لك السعر اللي انت عايزه، انما القديمه لا. هل في ركود؟ في ثبات، في وحدات يمكن ما بتتباعش، وفي نفس الظروف والوقت والتوقيت بتاع ان الشقه دي او المطور ده ما بيبيعش، في مطور تاني قصاده بيبيع جدا. لا، ما هو الركود ده يعني ركود، يعني السوق كله واقف. فيمكن انا عشان محتاج وعلى درايه باللي انا بقوله لك ده، وشفته على ارض الواقع من سوق تاني بيتنفذ فيه في بعض من المطورين، وسوق اول بيحصل فيه بمليارات المبيعات، فانا قادر ان انا انقل لك الصوره دي. رجوعا بقى لتصحيح السوق العقاري، انت عرفت التصحيح هيحصل ازاي؟ عرفت يا سيدي. عرفت التشريعات او الاليات اللي هتشتغل من الدوله او رئاسه الوزراء يعني في موضوع العقار ده هيحصل فيها ايه؟ بص يا سيدي، بتتشكل لجان دلوقتي، وده الاليات دي هتتنفذ خلاص. يعملوا تصنيف للمطورين العقاريين. انت مين؟ انا اكس، ليك سابقه 1 و2 و3 على مدار سنين مشغل، وده انت قادر تاخد مشاريع واراضي جديده، اتفضل. انت مين؟ انا لسه طالع بقالي 3 4 سنين. طب عملت ايه في الثلاث 4 سنين؟ انت الكمزي، فثبتت نفسك على ارض الواقع من 5 6 سنين وبنيت وكريدبل وتراستد، انت راجل محترم، تاخد ارض جديده اللي هو نازل بيها في مستقبل سيتي. انت مطور بقالك 4 5 سنين في السوق العقاري ومتاخر كتير قوي، لا تعالى ممكن سحب اراضي، تعالى ممكن غرامات وحاجات هتحصل عليك، هتتوقع عليك. من ضمن الحاجات اللي هتتعمل ان المطور مش هيبيع الارض الجديده اللي هو نازل فيها الا لما يكون باني الارض بنسبه 30%. ادي حاجه. رقم حساب المشروع، لان انت كعميل بتحول على رقم حساب الشركه اكس او واي او زد، فالمفروض في شركات لوحدها بتعمل كده، وهي الشركات المحترمه المتعارف عليها في السوق يعني. المفروض ان حضرتك كمطور بتفتح رقم الحساب للمشروع ده عشان الفلوس دي تصرف على المشروع ده. ايه اللي وقع؟ مش عايز اقول اسامي، مطورين معروفين في السوق من تاخيرات، من مشاكل حصلت الفتره اللي فاتت دي، وسمعت ان سحب اراضي ومش هنكمل في المشروع وغيره. ايه اللي وقع؟ ان هو بياخد فلوس من هنا يروح يحطها في مشروع متاخر فيه هنا، الفلوس بتاعت المشروع الثاني ياخدها من هنا يروح يحطها في مشروع ثالث من هنا، يخلي الفلوس عنده شويه ياخد عليها فوائد. كل ده مش هيحصل، كل ده مش هيحصل. هذا الحساب البنكي المفتوح لهذا المشروع هيبقى يعني مسؤول ان هو يصرف على المشروع ده. هيبقى فيه تقليل شويه لنسبه المضاربه جوه المشروع، يعني مش هيبقى المشروع ده قائم على ان كله مستثمرين داخل اشتري شقق وفيلات عشان اسقعها، لا، هيبقى ليها نسبه وليها حد، ودي حاجه لطيفه جدا. يعني المضاربه دي قادره ان هي تشل المشروع وتشل عميل تاني شاري وحده او وحدتين او وحده على الاقل مش عارف يبيع، لان في غيره شاري بالك كتير هو اللي متحكم شويه في المشروع. يعني بقى الحاجات بقى اللطيفه، المنصه الرقميه اللي هتتعمل للسوق العقاري. المنصه الرقميه دي فايدتها ايه؟ ان انت هترش على مشروع بعينه. والله مشروع بالم هيلز الجديد، المنصه دي هتقول لك المشروع ده امن ولا مش امن، تراخيصه طالعه ولا مش طالعه. ده حاجه لطيفه جدا دي. والمنصه دي طبعا تبع رئاسه الوزراء، طبعا حاجه تراستد يعني، تاخد منها معلومات موثوق فيها. فدي الاليات اللي هتبتدي تعدل
ده من ضمن تعديل السوق العقاري الفتره اللي احنا داخلينها. لطيف قوي. اديني كده خلصت لك كخطوط عريضه ايه الخطه بتاعت 2026 للعقار اللي احنا داخلين عليها. ايه تاني في 2026؟